انت مش بتطلع في الميديا كتير. كنت اصغر استشاري تاريخ امبير كولج لندن حتى هذه اللحظه. انا اتخرجت من القصر العيني سنه 2001. انا تعبت ومراتي تعبت واولادي تعبت، الحمد لله اثبتت نفسي في انجلترا، بس انا بتشرف اكتر كوني طبيب مصري. انت محتاج تبعد عن البلد في الوقت ده. انا فعلا مش بحب الميديا بسبب القصر العيني. حتى ليفل مختلفه تاني عن اي حد حواليا. اوت اوف ذا بلو احنا راجعين مصر. بتندم على القرار ده؟ ودي مشكله مصر الاولى. مساء الخير. حلقة جديدة من الحلقات الخاصة اللي احنا عاملينها بنغطي فيها مؤتمر قمة صوت مصر ناراتيف سامت اللي معمول في سوما باي، واحدة من أجمل الأماكن اللي موجودة عندنا في مصر. أنا معايا النهاردة بيشرفني نموذج من أنجح نماذج المصرية اللي موجودة في إنجلترا، طبيب مصري بيشرفنا كلنا في منظومة من أقوى المنظومات الخاصة بالطب في العالم في إنجلترا. دكتور شريف حقي موجود في انجلترا بقاله اكتر من 18 سنة. هنعرف حكايته والانجازات بتاعته وهنفهم منه اكتر هل وجود طبيب في منظومة طبية من اصعب ما يكون في انجلترا، هل دي حاجة بتساهم فعلا في تحسين صورة الطبيب المصري، وهو شايف الموضوع ده ازاي؟ دكتور شريف حقي، انا اولا بشكرك على وقتك وبشكرك ان انت بتخصنا بالانترفيو ده. انت مش بتطلع في الميديا كتير، بس احنا حريصين ان احنا حقيقي نعرف الناس على نموذج من النماذج اللي كلنا بنتشرف بيها، انا بيرسونالي وكل الناس اللي اتعاملوا مع حضرتك. انا مبسوط جدا ان انا هنا وثانك فعلا. انا شرف ليا ان انا ابقى موجود معاكي في والانترو اللي انت عملتيها دي جميله وثانك يو فيري ماتش. انا بتشرف ان انت قلتي ان انا دكتور مشرف مصر في لندن. دي حقيقة. انا بتشرف ان انا actually دكتور. I did a good job في لندن والحمد لله اشتغلت كويس قوي at a very high level والحمد لله اثبتت نفسي في انجلترا، بس انا بتشرف اكتر كوني طبيب مصري في مصر. actually this is my thing، مش ان انا رحت اثبتت ان انا في انجلترا زيهم، بس اصريت ان انا ابقى بقضي اغلب وقتي دلوقتي بعد عمر قضيته في انجلترا. انا بقضي اغلب وقتي في مصر. انا لسه I maintain حاجه اسمها فلكسبل جوب بلان في انجلترا، يعني بروح اقعد 5 ايام بحاول اشتغل فيهم، وذر عمليات، انا بشتغل جراحات الجهاز الهضمي او عيادات او تدريس، بعملهم في 5 ايام او 6 ايام في شهر، والباقي كله بقضيه في مصر. ودي كانت حاجه يعني احنا في الناراتيف سامت، فانا ده كان الناراتيف بتاعي، ده اللي انا كنت عايز اعمله طول عمري. واجان مبسوط ان انا هنا وثانك يو فور ذا انترودكشن. وهقول على حاجه تانية بس زياده عن الانترودكشن، انت قلتي مش بيظهر في الميديا كتير وبتاع. انا فعلا مش بحب الميديا، بس مش بحب الميديا اللي هو انا اطلع اعلن عن نفسي ولا اعمل فيديوز واقول انا جراح جامد، ولا اجيب عيان اتصور معاه اعمل له حاجه واقعد اخد ميلكم اوت اوف ان ادفرتايزنج اعلن بيه خالص. لا مش بعمله. لكن ان انا ابقى طالع مع واحده زيك في قعده خطيره زي دي وانترفيو محترم زي ده شرف ليا. ثانك يو. انا عايزه اخد حضرتك بس خطوه لورا وعايزه اعرف الجيرني بتاعه دكتور شريف حقي من ساعة ما ابتديت هنا. ايه اللي وداك انجلترا؟ يعني ايه اللي خلاك تروح، وايه اللي خلاك ترجع، وايه اللي خلاك تقسم وقتك هنا وهناك؟ يعني احكي لنا شوية. هقول لك حاجة، انا اتخرجت من القصر العيني سنة 2001، واللي بيتخرج من القصر العيني ده عندك حل من اتنين. there are two journeys. يا اما تبقي من اوائل الدفعة، واوائل الدفعة ده انا ما كنتش الاول ولا التاني، كنت متأخر شوية، بس اوائل الدفعة اللي هو تبقي من السدس او السبع الاول في الدفعة، يعني اول 150 200 واحد في الدفعة، او تبقي مش منهم. المجموعه الاولانيه دي بياخدوا وظائف طبيب مقيم في القصر العيني، يعني بيتعلم في القصر العيني. I was very fortunate، انا كنت واحد من المحظوظين جدا ان انا ابقى من الناس اللي خدوا وظيفه في القصر العيني، اللي كانت وظيفه طبيب مقيم جراحه عامه في القصر العيني. ده كان my desire، واتاخرت شويه حتى عشان اخدها، بس ده بره السكوب بتاع الانترفيو ده. وانا خدت وظيفه طبيب مقيم جراحه عامه اسست وقفت على رجلي كويس جدا بسبب القصر العيني وبسبب ناس معينه في القصر العيني. لازم دايما اذكر منهم وانا في اي انترفيو او اي حاجه الدكتور عادل حسني الله يرحمه، اللي هو كان الرئيس المباشر بتاعي، اللي كان عندي معاه علاقه صعبه وكان فيها تعب كتير قوي، وكان بيزعل مني كتير قوي، زعق فيا كتير قوي، بس هي ميد مي. وقفني على رجلي جامد قوي من هناك. بس انا لما خلصت وظيفه طبيب مقيم دي، بيجي بقى مرحله تعييننا كمعيد وبعد كده مدرس مساعد ومدرس، وانا اي جرو ثرو ذا رانكس في القصر العيني. بس انا كنت مصر ان انا اسافر. سفرك عباره عن فاليديشن. اوكي. انا لما اسافر بره، لو انا
لعيب كوره كويس في الاهلي. لو انا هقرب الموضوع للمشاهدين، انا اسف طبعا ان انا لعيبه حركت الكوره المايك. كويسين في الاهلي، لو احنا معروفه. لا بالظبط، لو انا عايز اقرب الموضوع للمشاهد دايما هيبقى عارف الكوره، او انا ببني كل حاجه في حياتي على الكوره، انا بستخدم الكوره والاهلي. هي فلسفه حياتي. أيوة. بس انا بتكلم ان في لعيب كوره كويس في الاهلي، فجراح كويس في القصر العيني، ده تقريبا نفس المستوى، اللي هي احسن حاجه في احسن حته عندنا. انا كنت عايز اروح اثبت نفسي في الدوري العالمي، فانا في البريمير ليج في let's say انجلترا. that. فانا فعلا انا نجحت ان انا I applied for a job في Imperial College fellowship، اللي هي اعلى ليفل التدريب في جراحات الجهاز الهضمي والمناظير، واتقبلت بسرعه جدا بواقع انترفيو بروسس عنيفه جدا، لان اللي رايح امبيريال دي تقيله قوي. دي واحده من احسن 10 جامعات في العالم اولويز في اخر 20 سنه، يعني بقى لي 18 سنه هناك عمرها ما وقعت من التوب 10. اوكي، كامبيريال كولج سكول اوف ميديسن، وكنت بشتغل في التراست بتاعهم اللي هي مستشفى سانت ماريز هوسبيتال ومستشفى تشارينج كروس هوسبيتال، اللي هم the biggest hospital trust in the UK. سهل، هو في وقتنا في ناس كتيره راحت انجلترا، بس صعب قوي انك تروح انجلترا على الحته الصح من اول يوم. فانا I worked hard for it، بس برضو I was fortunate، كان حظي كويس و I landed there عشان اللي انا بقوله لك بقى. فانا لما بقيت هناك تقدري تقولي لو احنا برضو نرجع للانالوجي بتاعت الكوره، فانا كده وصلت ليفل نادي عالي قوي في البريمير ليج، او لو احنا احسن حاجه في انجلترا. فشوفي بقى على وقتها ايه بقى، ليفربول مش ارسنال. ليفربول، انا بالنسبه لي ارسنال. بالنسبه بس لي انا ليفربول. رحت الحته اللي انا كنت عايزها، و I wanted to validate myself. كنت عايز اتدرب بشكل احسن واقف على رجليا بسرعه، وفي نفس الوقت الحقيقه الماديات مش اسهل حاجه. انا كنت متجوز ومخلف at the time في مصر، انا سنجل سالري، وكنت بساعد very generous surgeons at the time، كنت مساعد وكانوا بيدوني فلوس مساعدات كويسه جدا في شغلهم الخاص بلس مرتب القصر. يعني it was okay، بس not what I wanted to be at، ولا اللي انا كنت شايف نفسي فيه at the time. وكنت عايز ابني نفسي بنفسي. طموحك كان اقوى وكان من اللي كان وصلت موجود لاهلي ساعتها. ممكن يساعدوني، بس انا الحمد لله انا يعني ربنا يعني ميسر لي حالي، بس انا كنت عايز ابني نفسي بنفسي. والحقيقه انا والدي دكتور، وانا كنت مش عايز في اي ستيج في حياتي ان انا اتشاف ان انا ابن والدي. اوكي، ودي حاجه يمكن باجي بعد ما هو كبر دلوقتي شويه ويمكن قلل شغل سنه، I sometimes regret it. بس في نفس الوقت انا كنت عايز اثبت نفسي بره الموضوع ده، لان احنا عندنا سهل قوي ان الواحد يبقى مساعد ابوه for the longest time. انا actually I diverted في التخصص و I diverted من السكه دي خالص، وده اللي انا كنت عايز اعمله. والحمد لله ربنا كرمني، فسافرت هناك سنه 2000، واول دخله ليا في انجلترا كانت 2008. وفضلت هناك لحد النهارده. ان شخص مصري مش من البلد يثبت نفسه في منظومه من انجح ومن اقوى المنظومات الطبيه في العالم، انجلترا. يعني الدكتور الانجليزي ده البرسبشن في ذهن الناس ده حاجه في حته تانية. فده كان تشالنج كبير. هل كنت مثلا لو حد بيعمل effort on a scale 1 to 10 5، انت لازم تعمل 15 عشان تثبت نفسك؟ يعني انت وصلتيني بصراحه ان هو ليفل 15. الحقيقه انا كنت في ليفل 20. أوكي. يعني انا عايز اقول لك على حاجه. انا لما وصلت كنت بشتغل اللي هي اسمها fellowship of upper gastrointestinal surgery. يعني الفالو ده الليفل اللي قبل الاستشاري واعلى من المتدربين. وكنت بشتغل في جراحه الجهاز الهضمي، وكنت بشتغل مع جراح هايل، ولسه راجع هو من امريكا على انجلترا، وهو بيثبت نفسه راجل محترم جدا، حبيبي وصاحبي واخويا. وبعد عمر دلوقتي انا وهو ويشارن اوفيس بتاع عمري ما كنت شايف دي حاجه زي كده تحصل. اسمه احمد، وهو باكستاني الاصل بس انجليزي ثرو اند ثرو. و كان فيري demanding، وانا في الوقت ده كنت عايز اثبت نفسي، فاشتغلنا مع بعض كتير قوي. يعني عايز اقول لك ان انا في اول سنه اللي هي انا رحت فيها انجلترا، اللي هي اول سنه اشتغلت فيها كلينيكلي، ابتديت يوم 25 يناير، التاريخ مش سهل، مش صعب ننساه، يعني طبعا 2009. وده كان اول يوم ليا هناك، من 25 يناير 2009 لحد 1 يناير 2010 انا واحمد مع بعض عملنا just short of 900 حاله، وده رقم كبير قوي از تيم، وحالات معقده في تخصصنا. وده حطيته في اللوج بوك بتاعي. في السنه اللي بعدها عملت
اعداد مماثله جدا، وفي السنه الثالثه كسرنا الدنيا مع بعض لانه زودنا واحد تاني معانا على التيم. وقعدت ال3 سنين دول نبطشي، بمعنى اصح ان هو ما كانش فيه غيري انا وهو. اشتغلنا اعداد كبيره جدا من العيانين في التخصص بتاعنا اللي هو جراحات الجهاز الهضمي العلوي، وكان في انا وهو. انا وهو دي معناها ان اي حد هيعمل، تخيلي انت عملتي 100 حاله، ما هو في ال100 حاله لو انا هو احسن 2 جراحين في العالم، مسموح لنا بال2% level of complication بتاعتنا، فهيجي لي منهم 2. فلو اشتغلنا 1000 حاله هيجي لي 20 complications في نصاص الليالي في اوقات. فانا قعدت اون كول ال3 سنين دول لحد ما يعني انا تعبت ومراتي تعبت واولادي تعبت. كان معايا حاجه اسمها emergency phone، كانوا مديني emergency موبايل، النوكيا بتاع زمان ده لو فاكرينه، البنانا كان معايا في البيت. علي ابني كان at the time عنده 2 3 سنين، كان التليفون ده يرن البيت كله يخش في حاله قلق، وعلي يجري يروح يجيبهولي يديهوني في ايدي عشان لا في حاجه غلط، وارد وانزل المستشفى واعمل. وده كان ضد وقتها الحاجه اسمها اليوروبيان تايم دايركتيف، كان المفروض ان احنا ما نشتغلش اكتر من انجلترا كانت لسه في الوقت ده في الاي يو. كان لازم ما اقدرش اشتغل اكتر من مش فاكر حاجه و30 ساعه في الاسبوع، ممكن يوصلوا لحاجه و40 لو ليا كومبنسيشن. انا كنت بشتغل الاسبوع ايه في 144 ساعه ولا 24 تايمز 7 ايه حاجه كده. لا لازم بس انت طبعا الكلام ده ما تقولوش هنا خالص، لان لما هنا هيسمعوا الكلام ده لا انا كنت بشتغل every living second. انا كانسان عندي I have a problem with sleeping، انا بنام قليل جدا، بنام في اليوم 3-4 ساعات بالكتير يعني. فانا كنت نبطش طول الوقت، فده على قد ما انا كنت تعبان وقتها، بس it made me وشكلني وخلاني at a level مختلفه تاني عن اي حد حواليا الحقيقه هناك. البرسبشن اللي انت حسيت بيه عن الدكاتره المصريين ان جنرال، مش شريف حقي، هل في نوع من الاحترام للطبيب المصري هناك، ان هو بيعافر وبيروح بيحاول يثبت نفسه، ولا ان في دكاتره بتروح هناك في منهم بينجح وفي منهم لا؟ يعني بتحس ان الانجليز بيبصوا ازاي للطبيب المصري؟ اوفر ال 18 سنه اللي انا قعدتهم هناك ما اقدرش اقول لك اي حاجه غير حاجات كويسه جدا عن المصريين اللي راحوا واللي موجودين. مش قادر اقول لك ان انا يعني برضو انا عايز ادي لنفسي حقي في النقطه دي، ان انا ساعدت في كرييتنج سمعه كويسه جدا للمصريين، بس انا ما كنتش اول مصري في المجموعه اللي كانت موجوده في امبيريال وقتها. امبيريال كان فيها ناس قويه جدا وقتها، كان فيها جراح من جامعه اسكندريه اسمه الدكتور نبيل المصري، كان بيشتغل جراحات الطوارئ بس، راجل عنده ورك اثيك ما اظنش ان انا شفته عند حد تاني. يعني متجوز الشغلانه مش يعني فعلا. وانا رحت، انا كنت نقدر نقول دكتور نبيل اكبر مني تقريبا ب20 سنه، هو دفعه 83 اسكندريه، انا 2001 قصر عيني. انا كنت الوحيد اللي في الجيل ده وقتها، وغيرت البرسبكتيف شويه عن يظهر كذا حد يمكن راح قبلي. الحمد لله الانجليزي بتاعي كويس، زي ما بقول لك اشتغلت جامد قوي، كنت جاي متدرب كويس قوي بفضل القصر عيني عليا الحقيقه. وفي الطوارئ كنت وحش، يعني احنا جراحات القصر العيني، طوارئ جراحه القصر العيني دي بتوقف اي حد على رجله، يعني لو شلتي شريف او جبتي محمد او جبتي جورج او جبتي غيرنا، اي حد اتدرب في طوارئ القصر العيني بيبقى واقف على رجله كويس قوي ان كمز الحوادث، مش فارقه. والكلام ده ينطبق على عين شمس والمنصوره، احنا حوادثنا للاسف كتيره. فانا كنت رايح فيري سوليد من الناحيه دي، فما كانش صعب ان انا اعمل بلاتفورم ابني عليه اسمي وسمعتي. ووجودي هناك، انا بحب مصر جدا، وانا I've always talked about being an Egyptian، وبرجع مصر على طول. وكنت عزمت زمايلي اللي هناك على المؤتمرات بتاعت مصر فاتعرفت جدا بان انا يعني ما رحتش تنصلت من ماضيه، بالعكس انا كنت embracing it جدا. فده ساعد ناس كتيره قوي، وانا جبت ناس كتيره قوي انها تجوين اور تيم مصريين هناك. التيم الوايد بتاع الجراحه العامه. ف بعد ال3 سنين الصعاب اللي انا عديت فيهم دول، جات لنا نقطه فارقه في حياتنا يعني هناك، ان انا التيم كان ريلاينج على استشاري واحد ونص، استشاري واحد من كان بيجي يدينا شويه وقت كده، و they wanted to appoint someone else. جابوا راجل من دوله اوروبيه محترمه جدا، من سنتر محترم جدا، جه اشتغل معانا 3 شهور. شفنا ايام صعبه، مش عايز اخش في تفاصيل.
هيز كونتراكت was cut short، وبعد كده جه قال لك طب احنا بنبص بعيد ليه؟ الراجل ده موجود. فلقيتهم جايين لي على راندوم نايت كده في اخر 2011 بيقولوا لي على فكره احنا we're considering ان انت to join as the second consultant في الفيرم دي. وقفت كده هي فكرت سنة حسيت ان 2011 كانت فارقة في حياة دكتور شريف حقي وفي مصريين تماما كتير. عايز اقول لك تماما في الوقت ده انا نازلي مراتي كانت حامل هتطرشق خلاص وانا مش كنا بنفكر وقتها نرجع، وبعد كده I'm given this job، وبعدين تروحي تفتحي التلفزيون تلاقي كان وقت صعب. الثوره مم. مولعه مم. ومش عارفين نعمل ايه. رحنا قررنا out of the random كده ان احنا ايه out of the blue احنا راجعين مصر. فطب ارجع واسيب اللي بيحصل ده ازاي؟ طب نازلي ترجع وانا اروح وارجع. فحصل كده. لا ثانية واحدة. آه. يعني انت قاعد ما شاء الله ستيبل في انجلترا، والمدام حامل وهتخلف، الطبيعي ان الناس تقول لك ايه هنخلف في انجلترا، True. وانت هنا شايف الدنيا كانت يعني مولعة، فقررت في الوقت ده ان انت تيجي مصر. القرار ده كان بيست على اي ثينك ان انا ونازي بنفكر يمكن عاطفه سنه اكتر من اي دونت نو، يعني اظن ان ده السبب ان احنا خلي بالك لما حسيت ان البلد محتاجة ان انت تكون موجود فيها، ولا انت محتاج تبعد عن البلد في الوقت ده؟ لا لما تبقي قاعده بره المشهد والمشهد عنيف وشايفه حاجات انت مش فاهماها. احنا عايشين حياه قمه في الاستقرار كلنا الحمد لله في بلدنا، وبعد كده فجاه تلاقي انرست وتلاقي سبيتشز من اشخاص الدنيا بتتغير. يعني كان في سين غريب جدا وناس نازله وحاجات غريبه جدا بتحصل، وتتكلمي تطمني على اهلك اكتر زياده شويه ومش عارف ايه. فقلنا لا يعني في حاجه بتحصل. فحسينا كده في الوقت ده، وانا كانت لسه الامور مش مستقره معايا من ناحيه وظيفه الاستشاري ان انا ابقى يعني رئيس دي فيها. فحسينا لا احنا عايزين نرجع مصر. زي ما بقول لك فعلا انت بتقولي راجعين عكس الترافيك، كل الناس بتيجي في الوقت ده، وانا وكل شويه حد يكلمني يقول لي طب ما تشوف لي بيت اجره، طب ايه رايك في الحته دي، طب ايه رايك في المكان ده، وكل الناس جايه واحنا قررنا نرجع لندن. عملنا حاجه عكس. ولو كنا خلفنا حسن وقتها، حسن كان خد الجنسيه اللي هي حاجه ناس كتير قوي بتسعى عليها، احنا عملنا العكس، حسن خلفناه في مصر. بتندم على القرار ده؟ كل قرارات في حياتي اللي فاتت دي they enriched us وحسنونا مع بعض وحسنوا حياتنا الاسريه والعائليه، ومفيش حاجه اتغيرت ومفيش حاجه خسرتها. بالعكس ايه اللي حصل بقى وقتها ان نازي رجعت بالولاد، او يعني رجعت بولد وخلفت التاني هناك، وانا رجعت وبقيت بروح وباجي على لندن. وبعدين they offered me الكونسلتنت جوب اللي هي وظيفه الاستشاري التاني في الديبارتمنت دي. كنت اصغر استشاري في امبيريال كوليدج لندن وفي تاريخ امبيريال كوليدج لندن حتى هذه اللحظه. في اول سنه ليا از كونسلتنت عملت اكبر عدد حالات جراحه طوارئ في امبيريال، وتاني اكبر عدد حالات جراحات الجهاز الهضمي اللي هي بتاعه الريفلكس بتاعه الارتجاع، وتاني اكبر عدد جراحات السمنه المفرطه. فاشتغلت اعداد، عملت لوج بوك محترم، يعني كيس فوليوم محترم جدا، وكنت سعيد بيه جدا وكنت مبسوط. وفي الوقت ده ات انريتشد مي وقواني، وكنت مصر من وانا صغير ان انا ابني لنفسي اسم وسمعه في البلد اللي انا متاكد ان انا راجعها. يعني مش I don't want to sing اغنيه مصر دي كتير قوي، بس هي بلدي وانا راجع بلدي. اوكي مش عشان انا بقى وطني وعايزه ما شربتش من نيلها، بس this is true. انا بحب مصر جدا وعايز ارجع لها، هي دي البلد اللي انا اتربيت فيها. اوكي يمكن لو كانت البلد دي بلد اخرى، بلد اكس، كنت عايز ابقى ارجع بلد اكس. اوكي انا عايزه ارجع لنقطه مهمه قوي حضرتك اتكلمت فيها النهارده في الصبح في القمه في البانل اللي انت اتكلمت فيه، وبصراحه كانت مفاجاه بالنسبه لي. البوست اللي حضرتك اتكلمت عليه وحكيت الحكايه بتاعه كميه الدكاتره اللي سافروا وراحوا انجلترا، لدرجه ان ضابط الجوازات سال هو ليه كل الدكاتره جايين من مصر ومين بيعالج الناس في مصر. وعايزه اعرف your vision again، الجزئيه الخاصه بتاعت اللي سافروا دول ازاي نرجعهم، العقول المصريه والاطباء المصريين اللي راحوا وتالقوا هناك، ازاي نقدر نرجعهم ونستفاد منهم. بصي البوست ده انا حطيته مخصوص لان هو البوست ده ريزونيتد معايا جدا لما قريته، لان انا عشت الموقف اللي هو كاتبه وليد ده كذا مره، بس هو كتبه بطريقه حلوه جدا. يعني انا عاده انا بكتب كويس قوي، ولكن انا I used his post لان ما كانش ينفع اكتبه احسن من كده. وليد النحال ده واحد زميلنا دكتور عظم،
برضو بين انجلترا ومصر، وراجل شاطر جدا. كاتب ان هو راح المطار، ويوم المطار ده الالكترونيك جيتس اللي هو الواحد بيعدي منها بالباسبور عادي كده كانت بايظه. مم. فالدنيا زحمه زحام رهيب لدرجه ان ده هو في هيثرو ولا في هنا؟ هيثرو. اوكي. وهو كتب ان هو اضطر يقف 5 ساعات في طابور المطار. ففي الخمس ساعات في طابور المطار يعني هنعيش بقى، فهنتكلم مع كل اللي حوالينا. فبيقول ان هو لقى كل اللي حواليه دكاتره من دفعات من 2016 ل 2018 كلهم دكاتره. واللي استغربه وليد ان هو لقى ان كل الدكاتره دول رايحين قاطعين ايه، وان واي تيكت، ما حدش ناوي يرجع. فابتدى يتكلم مع واحد ورا التاني، كلهم معيدين ونواب وشاطرين. مش سوري يعني، ما اي شغلانه في الدنيا فيها الشاطر وفيها الاقل الشطاره. صح. المعيد او المدرس المساعد او الطبيب المقيم دول اشطر ليفل. مم. فهم الناس دي مسافرين قاطعين الوان واي تيكت دول. فابتدى يتكلم معاهم واحد ورا التاني، وخلاص السايد كونفرسيشن خلصت. وصل هو لظابط الجوازات، فظابط الجوازات بيقول له انت كمان دكتور؟ فراح قال له قال له كل الناس دكاتره يعني، امال مين اللي هيقعد يعالج العيانين في مصر؟ دي مش قضيه، هو ظابط الجوازات اثار قضيه. بس انا عايز اقول برضو النقطه انا دي، ما كنتش اعرف ان الرقم يعني الرقم كبير قوي. يعني في statistics بتقول في كام احنا طبيب مصر مصري. حققت 202% زياده في عدد الاطباء اللي بيسجلوا كاطباء في انجلترا. في 2011 الرقم كان تقريبا just short of 1500 طبيب. طب وده versus مثلا جنسيات تانية، هل يعني احنا مثلا احنا من ثالث أكتر جنسيه الناس في العالم، الهند رقم 1، باكستان رقم 2، احنا رقم 3 في انجلترا. في انجلترا. وده اللي انا بحاول اقوله، ان الناس ده مش، على فكره الموضوع ده بيحصل بقاله 100 سنه يعني، غالبا ابتدى بس يتقاس، الناس بتسافر. مم. هي الفكره خلي الناس تسافر، اوكي؟ افتح لهم الطريق، give them wings، خليهم يطيروا، اوكي؟ مش دي الفكره خالص. اشتغلي على انك ترجعيهم، لان هي دي زي ما انا النقطة اللي رجعت، كانت الصبح مهمة جدا اتكلمت فيها. فاحنا مش جايين نشار زي ما بقول لك، انت عايزه تبصي على نص الكوبايه الفاضي ولا نص الكوبايه المليان؟ مم. لا، هنا المفروض نبص على نص الكوبايه المليان وهو 3/4. احنا هنبعت ناس، مش احنا اللي باعتينهم، مش زي زمان بقى لما كانوا اساتذتنا محمد في القصر علي. العيني بيحكوا لنا على البعثات آه. وهكذا. هو خلاص هو باعت نفسه بنفسه، ذاكر وعمل المعادله ودفع فلوسها وراح، وهيشتغل وهيأسس نفسه، وممكن يبقى قاعد على الكرسي ده مكاني كمان كام سنه، بيحكي لك على قصته هو، ان هو راح مستشفى في ليدز ولا في ساوثهامبتون ولا في غيره، واتعلم واشتغل وكبر ورجع. احنا عايزين نذلل لهم عقبات الرجوع، لان هي صعبه. اللي انا عملته ده صعب، اللي اسماعيل فتح الله عمله صعب، اللي سامح عزيز عمله، سامح عزيز ميخائيل زميلنا عمله صعب، اللي احمد عفيفي عمله صعب. انك ترجعي وتكريت يور براكتس وتبتدي من الاول وتفتحي عياده وتشتغلي في الجامعه مش سهل خالص. الاسهل 100 مره انك لو الامور مشيت كويس معاكي هناك انك تكملي هناك، اسهل 100 مره. الستيتس كو اللي اصعب 100 مره انك تعملي اللي احنا عملناه ده. فانت بتشتغلي على ايه؟ الحياة ما بين بلدين ومتقسمة، ومرضى هنا ومرضى هناك وعيلة هنا، في منتهى الصعوبه، ما هياش سهلة ابدا في بيتهيألي. منتهى الصعوبه. اوكي. بس تتعمل. وفي الاخر انا بعد سنين من اللي انا عملته ده، وبعد ما بنيت نفسي هنا وبنيت نفسي هناك، اخترت ان انا اجي هنا. الواحد في بلده اكرم له، ومهما كان انا هنا ضيف وتقلت ضيافتي قوي عليكم يا جماعه وانا راجع. فرحت قلت لهم يا جماعه فرصه سعيده جدا، وقضيت معاكم احلى اسعد ايام حياتي. قضيت معاكم احلى 12 سنه في حياتي، بس انا راجع. راجع انت بتتكلم بجد ولا لا؟ فقلت لهم لا بتكلم بقى، محدش بيمشي ويسيبنا يعني، قصدي انت ليه بتعمل كده؟ انت عندك كونسلتنت بوست وانت راجل معانا بقالك سنين وبقيت سينيور في الديبارتمنت، وات ار يو دوينج؟ فقلت لهم بصوا انا ظروفي كده، بس ممكن اشتغل معاكم بالشكل الفلاني. طب ده مش هينفع وعمره ما اتعمل قبل كده. عملته الشكل الفلاني ده، ان انا يعني انت حطيت بزنس موديل، ما فيش حد تاني في الديبارتمنت بيعمل اللي انا بعمله موديل ده مختلف خالص للميديكال. بقالي بقى من سنه 2020، بدل ما بنزل اقعد في مصر اسبوع كل 6 ولا 8 اسابيع، بقيت بقعد في مصر 3 اسابيع او اكتر، اكشلي 25 يوم، من 23 ل 25 يوم في الشهر، واروح هناك انجلترا اعمل شغلي وعملياتي. الخبير بقى الاجنبي اللي جاي يعني، برجع اشتغل في مصر انت وعندي بقيت حياتي بالنسبه لهم وحياتي. دلوقتي خبير اجنبي، يعني هم جايبين خبير اجنبي. ما بحبش استخدم الكلمه دي، لان عايز اقول لك ان احنا عندنا خبراء
عندنا ناس، احنا عندنا ناس شاطرين شطاره في مجال الطب في جميع المجالات بشكل مش ما طبيعي. هو مش كل الناس عارفه القصص دي. هقول لك ليه مش عارفه هي القصص دي. دي، ودي مشكله مصر الاولى. مم. اوكي، والمشكله دي لازم يتحط لها حد. بصي انا نفسي لو انتوا هتطلعوا ريل من اللي انا بقوله ده او شورت فيديو، يبقى هو ده الشورت فيديو. اوكي، ان هو مصر فيها الدكاتره اللي بتتشهر هي الدكاتره اللي بتطلع على التيك توك وعلى الانستجرام وتعمل لك 3 و4 فيديوهات في اليوم، وسوري في الكلمه يتاجر بعيانه ويقعد يطلع بيه، سواء عمليه بقى فيها حاجه ظاهريه، لو كانت تجميل، لو كانت تخسيس، لو كانت كذا نطلعه قوي، لو كانت اقل بتاع اقعد اطلع بنفسي. وبنسمع حاجات غريبه، وبقى الاتجار بالطب في مصر مرعب. and there is no way you can beat this. دلوقتي انا مش لاقيها. يعني زمان كان الدكتور المعروف هو الدكتور الشاطر، استاذ، يعني بكلمك على القاهره بالذات، هو استاذ القصر العيني او استاذ عين شمس، وعيادته بيحضرها ناس كتيره جدا، فيها العيان الغني وفيها العيان الفقير، وبيعمل ده وده وهكذا. دول اساتذتنا كانوا كده. النهارده السوشيال ميديا غيرت الدايناميك ده تماما. and the louder you are the bigger you are. كل لما اطلع في وشك في ريلز والاقي ناس من اصحابي باعتين لي يقولوا لي ايه، بص الراجل ده في مجالك بس انت ليه ما شكله اشهر. بتعملش؟ والله ده ليه ما بيحصل بتعملش بجد، زيه؟ بس شكله اشهر منك بكتير قوي، وبص عنده هابتس تانية وبيعمل حاجات تانية وبيطلع لي على الانستجرام ريلز كل يوم وانا هيوج فولوور وبتاع. ماشي لو هو ده اللي ماشي، بس عايز اقول لك ان انا I totally defied this. رفضت ان انا اركب الموجه دي من اول يوم، وبيبل قالوا لي you lose out، قلت لهم طز مش فارقه معايا. طب انت ازاي هتبان؟ هبان بشغلي وبالورد اوف ماوث، وحتى هذه اللحظه يا نوى انا بشتغل strictly based على word of mouth فقط. اعمل عيان كويس، العيان كويس ده ان شاء الله هيقول ل 3 4 زيه، والنيوكليس دي هتكبر، وان شاء الله اشتغل بهذا الشكل. خليني اعلق على اللي حضرتك بتقوله ده دلوقتي. بيتهيألي ان انت لو كنت اتبعت الاسلوب اللي انت معترض عليه ده ما كنتش هتبقى موجود النهارده في واحد من اهم المؤتمرات اللي بتتكلم عن the narrative of Egypt. ومعمول لك بوزيشننج من الصبح. انت شفت القاعه كانت بتسقف ازاي؟ كنت مبسوط جدا ومبسوط بالريسبشن. وبعدين لما خلصت السمول توك اللي انا عملته مع الناس اللي انا ما اعرفهمش، مش ممكن الناس دي ومش ممكن حبها للبلد ومش ممكن الناس عايزه تساعد ازاي. كل واحد يجي لي يقول لي ايه، لو انت عايز ترجع الدكاتره دول، لو انت شايف ان انت ممكن نعمل بورد وتجيب الدكاتره اللي انا حطيت صوره لدكاتره زملائي اللي هم رجعوا زيي، هاتهم ونعمل بتاع. لا، واحد جه قال لي لو عايزني اعمل لك سوشيال ميديا كامبين عشان ارجعهم ببلاش هعمله لك. واحد جه قال لي لو عايز مكتب عندي مكتب. واحد جه بلجد مبلغ، وناس جت تقول لي لما يبقى في حاجه تساعد في الموضوع ده احنا هنحط فلوس بمبالغ. سمعت مبالغ النهارده طائله، اوكي، في الناس اللي عندها سي اس ارز وكلام من ده. فلا، الناس عايزه تساعد البلد باي شكل من الاشكال. فانا مبسوط ان انا تطرقت للنقطه دي، وان شاء الله يا رب نبقى جزء من الموضوع ده كلنا مع بعض. دكتور شريف، انا بجد اتشرفت بحضرتك النهارده. احنا استمتعنا بالتوك بتاعتك وكل الحاضرين. حقيقي نموذج مشرف لطبيب مصري بقى ناجح في اعظم منظومه طبيه نعرفها في انجلترا. الباشن اللي عندك وحبك للبلد، وان انت عمال بتفكر ازاي نرجع الناس من بره ونستفاد منهم، الناس كلها حست بيه النهارده. فبشكرك على وقتك، وبشكرك ان انت موجود معانا في الحلقات الخاصه من قمه صوت مصر. وان شاء الله نعمل معاك حلقه قريب تحكي لنا بقى الاوتكم بتاع النهارده، حتى تاخد الموضوع ده ازاي وان شاء الله تبني عليه. ممكن اقول حاجه؟ بليز طبعا. بشكرك جدا، انت محاوره رائعه، وانا فعلا انبسطت جدا. انا مش بحب الحاجات دي قوي بس انبسطت بيها جدا، وحاسس ان احنا اتكلمنا مع بعض كويس. شكرا ليكم، وان شاء الله نتقابل في حلقات خاصه جدا من حكايه مدير.